من المشاكل الحقيقيه اللي بتواجه الناس لما بيعوزوا يتعلموا اي مهاره جديده او يتعلموا اي حاجه جديده انهم ما بيبقوش عارفين ان هم يتعلموا ايه اصلا، وده حقيقي بسبب كميه التشتت وكميه المجالات اللي موجوده وكميه الحاجات اللي احنا بنشوفها على النت. الناس تيجي تقول لك روح اتعلم كذا، روح اتعلم كذا، ده السوق عايز كذا، المستقبل كذا، اعمل كذا. فبالتالي اي حد بيعوز يتعلم حاجه بيلاقي ان قدامه حاجات كتير قوي وهو مش عارف يتعلم ايه فيهم، فدي بتكون مشكله كبيره. في الحاله دي انا لما باجي اي حد بيقول لي انا محتار بين 4 5 حاجات اعمل ايه، اقول له اتعلم كله. ايه ده اتعلم كله ازاي؟ حته ان انت تتعلم كله ما تتعلمش كله مع بعض. يعني انا ما باجيش اقول لك انت في 4 مجالات عاجبينك فانت خش في ال4 مع بعض دلوقتي وابتديهم. لا، فكره ان انت عاجبك الجرافيك ديزاين، عاجبك الموشن، عاجبك ال 3 دي، عاجبك اليو اي اكس، عاجبك الماركتنج، عاجبك السيلينج سكيلز، عاجبك الحاجات دي كلها، ابتدي امسك مجال فيهم وابتدي ان انت روح اتعلمه. في مجال مش هتلاقي ان هو سكتك، في مجال مش هتلاقي ان هو جاي معاك سكه، فوقتها هتعرف ان انت لازم تشفت وتشوف واحد تاني. وقتها في الحته دي احنا بنبقى ماشيين بسيستم الاستبعاد. انا عايز ان انا استبعد المجال الفلاني والمجال الفلاني والمجال الفلاني واشتغل في مجال معين. طيب ما هو السؤال انا هستبعد ده على اساس ايه وانا اصلا ما جربتوش؟ فانت لازم لما انت تيجي تفكر ان انت عايز تتعلم ايه او ان انت عايز تاسس ايه او ايه الحاجه اللي انت عايز تكمل فيها حياتك، لازم تكون انت جربت كل الحاجات اللي انت محتار فيها عشان تبقى متاكد انت هتكمل في دي ولا مش هتكمل في دي. وفي بقى المهارات الاساسيه زي الماركتنج سكيلز والبرزنتيشن سكيلز والسكيلنج سكيلز، المهارات ان انت كده كده ايا كان ايه المجال اللي انت هتخش فيه هتبقى محتاجها. دي مهارات انت كده كده لازم تتعلمها. وتاني احنا مش بنتعلم كل حاجه مع بعض، احنا بنخلص المهاره ثم نخش على الثانيه ثم نخش على الثالثه. فبالتالي الموضوع بيمشي بالترتيب وبنمشي بسيستم الاستبعاد لما نتاكد ان الحته دي حتتنا او الحته دي مش حتتنا. لو عايزين تعرفوا ايه المهارات اللي انا اتكلمت فيها قبل كده الاساسيه اللي لازم اي حد يتعلمها، هسيب لكم اللينك هنا.